السلام عليكم. رنا أبو مخ، مديرة المجمع الثقافي ومركزة مشروع الموهوبين القطري في الرياضيات. اليوم عندنا احتفال للموهوبين، طبعا للطلاب المتفوقين في الاحتفال. راح يكونوا من مرتبة أولى لرابعة، اللي هم جابوا أعلى مراتب موجودة بكل البلاد. طبعا مشروع الموهوبين معروف عنه قديش انه هو مشروع بيطور التفكير الرياضي وبيرفع من طبعا ذكاء الطلاب ويوجههم بالطريقه الصحيحه، ومعروف انه هو اساس لبسيكومتري. أنا مها حلقة مصالحة من كفر قرع، والدة إياس أيمن مصالحة الحائز على الجائزة الأولى، يعني المرتبة الأولى في فئة الخوامس اليوم الروابع سابقا. حقيقة أنا أود أن أثني على مثل هذه المسابقات لأنها تحفز الطلاب على التألق في مجال الرياضيات. نحن نعلم أن الرياضيات واللغة الإنجليزية هي المحك الأساسي في تقدم الطلاب وحصولهم على علامات عالية في البكالوريوس وأيضا في البسيكومتري، وعليه فأعتقد أن التحاق الطالب وتميزه بالمادة التابعة لجيله لا تكفي وحدها، يجب أن يكون هناك خطوات أكثر تحديا للطلاب. وعليه فالمضامين الرائعة التي كانت في امتحان القاسم، الدراسة، عملية سيرورة الدراسة والتحضير لامتحان ألف وامتحان باء هي الثمرة الأساسية، وليس فقط النجاح يعني الاستيلاء على المرتبة الأولى. فكم بالحري حين يحصل الطالب على هذا الكم الهائل من الثقة بالنفس ويحصل على المرتبة الأولى، هذا يجحده بالهمم للأعوام القادمة لحب الرياضيات التي تشكل حاجز خوف كبير، ويعني بين الطلاب وبين الرياضيات جبال من الخوف. أعتقد أن الطلاب يعني من الصف الخامس والصف السادس تبدأ عقدة ومشكلة عدم محبة، لا أريد أن أقول كراهية الرياضيات، وعليه هناك تدهور الكثير من طلابنا. أنا سعيدة وبكل تواضع، يعني مرصع بالكبرياء ومرصع بالتواضع، أعتز بإنجاز إياس ولدي، وأتمنى يعني هذا النجاح لكل الطلاب. وأثني حقيقة يعني من الدكتور علي عثمان، السيدة رنا أبو مخ، وكل الطاقم القائم على مثل هذه المبادرة لما فيها من أسئلة تفكيرية تحك، دعيني أقول، مخ الطالب وليست يعني تعتمد على الطريقة التلقينية أو البنكية. شكرا لكم، إن شاء الله دائما كلية القاسمي متألقة، وإن شاء الله نشوف هذا الصرح جامعة في زاوية إسرائيل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب إياس أيمن مصالحة من الصف الخامس الابتدائي في بلدة كفر قرع في مدرسة الحكيم الابتدائية. أنا حائز على المرتبة الأولى في مسابقة القاسم. كيف بكت المسابقة؟ كانت المسابقة من أروع المسابقات التي قمت بها. اسمي أريد من جدة المثلث في مدرسة الفاروق. فتت هذا المشروع، حبيت يعني إنه أشوف شو هاي التجارب والأشياء، يعني أنا حبيته لسبب هاي الأشياء والمراتب العالية، وهو متعب بس إنه تجربة حلوة. أنا اسمي طالبة شامية من جدة المثلث مدرسة الفاروق. دخلت أنا هذا المشروع عشان بدي أخذ مراتب عالية ويعني أبقى من المتفوقين بالمدرسة، فدخلت هذا المشروع. بس هو متعب بعض الشيء، بس إحنا لما اجتهدنا وصبرنا جبنا مراتب عالية وحققنا الفوز. أنا اسمي أمين محمد عبد الحق من حي راس العمود من القدس. دعونا طبعا على الحفلة هون لأنه ابني اشترك في أكاديمية القاسمي بالنسبة للرياضيات وجاب المعدل يعني المرتبة الثالثة على منطقة القدس، وجينا يعني احنا بكل افتخار واعتزاز لأكاديمية القاسمي عشان نحضر الحفل، حفل التخريج كله، وما شاء الله عليهم، ونتمنى لهم التوفيق والدعم. خلال الدورة حسيت إنه صار عندي تغيير كبير بالحساب، حسيت بتطور كبير من ناحية الرياضيات، وبحاول أتطور عشان آخذ مرتبة أحسن من الرابعة. طلعنا من الرياضيات كثير أشياء مفيدة، يعني مش بس إنه ناخذ جوائز، بس يعني تعلمنا كثير معلومات وأفادتنا كثير المسابقة.